بعد ما تجربوا صينية الكنافة بطريقتي مستحيل تاني تشتروها من برا. هقولك النهاردة على كل أسرار نجاح صينية الكنافة معاكي، الطريقة التسوية الصحيحة، وازاي تطلع واخدة اللون الذهبي من فوق ومن تحت، مقرمشة من برا وطرية من جوه. هنعملها بحشوة رهيبة. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اول حاجة محتاجة شربات تقيل بارد، فعندي هنا كوباية ونص من السكر، هنزل عليهم بكوباية من المية. هبدأ ارفعهم على النار لحد لما يبدأوا يغلوا معايا. اول ما بلاقي الشربات بدأ يغلي ببدأ كده ادوب السكر كويس قوي، وبعد كده بسيبه على النار لحد لما الشربات يغلي معايا. اول ما بيغلي بالطريقة دي بنزل عليه بعصير نص ليمونة صغيرة، وبسيبه بالظبط بعد الغليان 4 دقايق بالظبط، وبطفي عليه النار. وهنا بيبقى خلاص الشربات جاهز معايا، يبقى بياخد بالظبط 4 دقايق على النار بعد الغليان. دلوقتي هسيبه يبرد معايا. لو انت مستعجلة، صينية كده فيها مية من الحنفية وحط الحلة بتاعتك، هتبدأ تبرد بسرعة. في المرحلة دي هنبدأ نشتغل في الكنافة. انا هنا عندي نص كيلو من الكنافة. انا مش عايزاها مفرومة ناعم في الكبة، لا، كده قطعيها كده بايديكي بحيث تبقى وسط، ولا هي لسه شعر ولا هي مفرومة ناعم قوي بودرة. بالطريقة دي هبدأ أنزل عليها طبعا النص كيلو من الكنافة بمعلقتين كبار من السكر البودر. هبدأ طبعا أبدر بيهم الكنافة أو أغلف بيهم الكنافة زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنبدأ بقى ننزل عليهم بالسمنة. أنا عندي هنا كوباية من السمنة بالظبط. الصينية النص كيلو كنافة بياخد معاك كوباية سمنة. ليه بياخد كوباية إلا معلقة كبيرة، والمعلقة اللي بتفيض بدهن بيها الصينية دهنة كويسة. أهم حاجة في المرحلة دي إنك تغلفي الكنافة كلها بالسمنة كويس قوي. كل ما الكنافة بتديها سمنة كل ما بتديك نتيجة أحسن. انتوا بتشوفوا في المحلات إن هم بيقلوا الكنافة في سمنة، يعني بيبقى كمية سمنة كبيرة جدا. بعد ما غلفت الكنافة بالسمنة عندي هنا صينية ألمونيا، ما هو كنافة يعني صينية ألمونيا. ادهنيها دهنة كويسة قوي من السمنة عشان تاخد اللون الذهبي اللي شفتيه أول الفيديو. وبعد كده بجيب الكنافة، ولو فيها أي تكتلات بالطريقة دي بسبب السكر والسمنة ببدأ أفكها وببدأ أنزل بيها في الصينية. أنا بس ببدأ أغطي أرضية الصينية، ما بحطش طبقة كبيرة جدا، يعني السمك المظبوط للكنافة بطريقة البسبوسة بيبقى سمكها معايا وسط، ولا هو سميكة أوي ولا هي رقيقة أوي. بعد ما بعملها بالطريقة دي وأعمل لها حروف ببدأ بصوا أضغط كويس أوي بإيدي كده على الحروف، أدبسها كويس أوي، وبرضو بضغط على الأرضية عشان تدبسي الكنافة. هننزل بقى هنا بحبة من الزبيب على جوز الهند على فول سوداني مجروش. اعملي بس انت صينية الكنافة بطريقتي، اقسم بالله كل اللي هيدوقها هيشكرها. بركنها على جنب، وعندي هنا كوباية ونص من اللبن، هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من السكر، هننزل عليهم بمعلقة كبيرة مليانة هرمي من بودرة الكاستر، ومعلقة كبيرة مليانة هرمي من النشا. هننزل بكيس من الفانيليا بيدي للحشوة بتاعتنا ريحة حلوة. بعد كده ببدأ أقلبهم على البارد وارفعهم على نار عالية مع التقليب المستمر لحد لما القوام بيتقل ويغلي معايا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا كريمي وطعمها خرافة. ببدأ على طول وهي سخنة كده أبدأ أنزل بيها طبعا في صينية الكنافة بتاعتنا، وببدأ طبعا أوزعها. شايفين فايدة الحروف معانا اللي احنا عملناها أو الجوانب بتاعت الصينية، بحيث إن الحشوة ما تطلعش برا، وأول ما تدخليها الفرن بتلزق في حروف الصينية معاكي وبتتحرق. وعلى طول وهي سخنة هبدأ أقفل الطبقة التانية من الكنافة. ببدأ كده زي ما قلت لكم أفك الكنافة أو أفرتكها من بعضيها، افكها من التكتلات، وببدأ اغطي طبقة الكاستر بطبقة رقيقة من فوق من الكنافة. الوصفة سهلة جدا، لما تجربوها هتعتمدوها وهتدعولي. بعد ما بخلصها طبعا ببدأ اضغط كده بايدي على الحروف وعلى الكنافة كلها، شايفين بالطريقة دي.
بسويها كويس قوي. لو بصيتي لقيتي فيه لسه مكان ايديك وانت بتضغطي كده لسه فيه كاستر، ابدأي حطي كنافة من فوق وغطي الصينية كويس قوي، او طبقة الكاستر بالكنافة. دلوقتي هنبدأ نسوي صينية الكنافة. اهم حاجة الفرن بتاعك يكون سخن جدا، شغال على اعلى درجة حرارة. بدخلها على ارضية الفرن، شغال على اعلى درجة حرارة من تحت ومن فوق، وبسيبها لحد لما بتاخد اللون الذهبي من الحروف وتخلع معاكي من الصينية. في المرحلة دي بسحب الصينية وببدأ أرفعها على الرف الوسطاني، واسيب النار عليها وسط من فوق ومن تحت على أعلى درجة حرارة لحد لما تاخد اللون من فوق ومن تحت درجة اللون المظبوطة. شايفين أخدت هنا اللون الذهبي، رفعتها على الرف الوسطاني. اخدت بقى اللون من فوق ومن تحت كويس قوي، بطلعها وعلى طول وهي سخنة والشربات بتاعنا بارد ببدأ اسقيها كده بالشربات. اهم حاجة تبدأي توزعيه كده توزيعة خفيفة بحيث انك تشربي طبقة الكنافة اللي من فوق وتسقي الحروف كويس قوي. بعد كده بجيب طبق او صينية وبتبدأي تقلبي صينية الكنافة وانتي ضمناها 100%. اخدت معايا بالظبط في الفرن 13 دقيقة تسوية، وكانت بالجمال والحلاوة دي. شايفين؟ ممتازة يا جماعة، رهيبة الوصفة. ببدأ على طول بقى اوزع باقي الشربات كده من فوق عشان نشرب الكنافة تبقى شربت معايا من فوق ومن تحت كويس قوي. شايفين الجمال؟ احلى كمان حاجة في صينية الكنافة ان هي بتشرب الشربات، والباقي او الزيادة بتبدأ تنزله بالطريقة دي. بس انا بسيبها دقيقتين كده وبعد كده ببدأ اصفي منها الشربات الزيادة. بالنسبة لي بحب اكل صينية الكنافة وهي دافية، طعمها بيبقى جميل جدا. الكريمة من جوه او القشطة بتبقى كده سايحة، فبيبقى طعمها حلو قوي. لو انتوا حابينها تبرد وقطعوها، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. بصوا بقى، هو ده سمك الكنافة اللي انا بحبه، ما بحبهاش سميكة او ولا رقيقة قوي. هي كده مظبوطة، الطبقتين مع طبقة الكاستر مظبوطة جدا. الوصفة بجد خيال، لما تجربوها هتعتمدوها. سووها بنفس طريقتي على درجة حرارة عالية جدا من تحت، هتاخد اللون، واول ما تلاقيها اخدت اللون الذهبي من الحروف وخلعت معاكي من الصينية، اسحبيها وارفعيها على الرف الوسطاني. هدي النار من فوق وسط ومن تحت سيبيها على اعلى درجة حرارة. اتمنى بجد تجربوا وصفة النهاردة لانها خيال. واحنا خلاص داخلين على رمضان، فكل سنة وانتم طيبين. الحلو الاساسي بتاعنا هي صينية الكنافة. شايفين الكريمة قد ايه سايحة وجميلة جدا، طبقة الكنافة من بره مقرمشة ومن جوه الكريمة سايحة، فطعمها حلو قوي. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله. أشوفكم على خير في وصفة جديدة.